وانا قاعده كده لقيت جوزي بيتفرج على صور ساره سلامه وبيقول لي قد ايه هي جميله بعد عمليات التجميل اللي عملتها، وانه نفسه كده ان انا اكون شبهها. لبست طبعا العدسات الزرقاء وجبت الفاونديشن ده خطير وثباته فظيع، قلت ما انا لازم ابقى شبهها كده وابيض نفسي كده وابقى قشطه زيها زي ما هي قشطه كده ما فيهاش غلطه. وجبت الليفتر ده بتاع ميه سينما وابتديت ان انا اعمل بيه مكان الكونتور عشان خاطر مغمقش نفسي قوي. وبعدين جبت بقى البلاشر القمر ده وابتديت ان انا كمان ابقلش كده خدودي زي ما انتم شايفين، وثبت بالبودر اللي هي اللوز باودر، شايفين بحط على ايدي بعدين بثبت. وبعدين ابتديت ارسم حواجبي، ولو عجبتكم رسمه حواجبي عرفوني انزل لكم الفيديو بتاعها لوحده. لو لسه بتتفرجي بقى ما تنسيش تكتبي لي بتتابعيني منين وتقولي لي ايه رايك في الميك اب، وخاصه في رسمه الحواجب ورسمه العيون. يلا بقى نكمل مع بعض. بسرح بايه؟ بالمسكره، بس فرشه مسكره فاضيه، وبعد كده بنضفها بالكونسيلر عشان تبقى حواجبي شبه حواجبها بالظبط. بعد ما بنضفها بالكونسيلر بعمله كده بالفرشه. جبت هنا بقى اللون اللي هي على طول حاطه فوق عينيها، اللي هو البني المحروق ده، يعني هي لابسه عدسات زرقاء ورسمه عينيها على طول رسمه كده حد قوي، وبتحط جوه عينيها ازرق. لو لسه بتتفرجي بقى ما تنسيش تعملي لايك وتقولي لي بتتابعيني منين. فتحت تحت عينيا بالباودر بتاعه ميه سينما البيضه، وهنا حطيت بقى البلاشر بتاع لارين خطير يا جماعه، تحفه. وهنا بقى لمعت خدودي بالهايلايتر، وانا كنت بقول له خلاص يا حبيبي قربت اخلص لك ساره سلامه حالا. جبت بقى لون ازرق كده حطيته تحت العين مع الكحل اللي انا حاطاه جوه عينيا الازرق، هتقله برده. بصوا شايفين، قلت اوضح الزرقان عشان الحسد برضو، عشان انا بتحسد بسرعه، فايه اعمل حاجه زرقاء كده عشان تحميني من الحسد. المهم بقى رسمت الايلاينر. ايه رايكم في رسمه الايلاينر؟ وبعدين بقى ركبت الرموش. لو لسه بقى بتتفرجي ما تنسيش تعملي لايك وتقولي لي بتتابعيني منين. وهنا بقى جبت التيب لاينر بتاع الغزاله، خطير يا جماعه ما فيهوش غلطه. بصوا شايفين القلم خطير. بعد كده جبت القلم الكحل الازرق وده سايح ونايح وتحفه في العين، والحاجات دي كلها من عند ندى، هبقى اسيب لكم لينك الجروب بتاعها. المهم بقى ان انا ظبطت عينيا كده واحط كمان الماسكارا عشان ما يبقاش فيه غلطه واحده بس في اللوك. وبعدين اهو مسكرت رموشي فوق وتحت علشان خاطر ما يبقاش فيه اي باودر. تعالوا بقى نعمل احلى ليب كومبو كانك عامله فيلر بالظبط. بقي اهو من قبل الليب كومبو عشان ما تفكروش ان انا عامله فيلر. بصوا بقى برسم البق كده كويس، ولازم نعمل يا جماعه بق ساره سلامه كلنا، لان طبعا بقها ده حاجه فظيعه، تحفه شكله فظيع. هي كلها على بعضها قمر بصراحه ما فيهاش غلطه. المهم بقى قعدت ارسم بقي كده واحاول ان انا ادور الشفه اللي تحت، اعمل لها زي نص دايره كده، فاهمين؟ ما تاخديش عرض بقك كله، نص دايره كده في التحديد. لكن لما تيجي تحطي روج حطي روج في بقك عادي، لكن التحديده بتبقى نص دايره كده زي ما انا قفلتها قدامكم. خلاص ده كده الليب كومبو. بعدين جبت لون تاني اغمق شويه عشان اداري بيه التحديد. هعمل بقى هملى بيه الشفايف جوه واحط على التحديد من بره عشان يبقى شبه بق ساره سلامه بالظبط. انا عايزاكم برضو تقولوا لي ايه رايكم في الليب كومبو اللي انا عملته ده، او رسمه الشفايف اللي انا عملتها القمر دي. بعد كده بقى هجيب الليب جلوس ده بتاع ميه سينما برضو. بصوا شايفين بقى هدي لمعه كده في النص خطيره. عايزه اقول لكم جوزي لما شاف اللوك انبهر وقال لي على فكره انت طلعتي احلى من ساره سلامه بجد يعني اللوك في حته تانية. قولوا لي ايه رايكم. ده الميك اب كده خلاص بعد ما خلصت وبقيت شبهها بنسبه كام في الميه. بحبكم قوي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنتات وتكتبوا لي بتتابعوني منين. باي باي.